أما صحيفة سبورت المقربة من برشلونة فكتبت أن الفريق الكتالوني سيدخل الكلاسيكو المقبل أمام ريال مدريد مرهقا. اليومية المقربة من البلاوغرانا ربطت المسألة بالمباراتين المرتقبتين لبرشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال أمام يوفنتوس، وكتبت أنه سيخوض مواجهة الذهاب في 11 من أبريل المقبل، ثم يلعب الإياب في الكام ناو في 19 من الشهر ذاته، مؤكدة أن ريال مدريد سيحل ضيفا على بايرن ميونخ في 12 من أبريل قبل أن يلعب الإياب في 18 من الشهر ذاته في سانتياغو برنابيو. واعتبرت سبورت أن برمجة مباريات الدوري الربع النهائي لم تكن في مصلحة برشلونة، لأن ريال مدريد سيستفيد من يوم راحة إضافي قبل موقعة الكلاسيكو. ونقرأ في سبورت الكتالونية: برشلونة النادي الوحيد الذي دعم نادي شابيكوينسي ماديا. اليومية الإسبانية نقلت ما قاله بلينيو دافيد دينيس رئيس نادي شابيكوينسي البرازيلي في تصريحات صحفية وجه خلالها الشكر إلى البارسا على ما قدمه من مساعدة الفريق عقب الحادث الأليم. وأضافت سبورت أن رئيس النادي البرازيلي قال: برشلونة هو النادي الوحيد من خارج البرازيل الذي قدم لنا دعما ماديا، وسوف نشارك أمامهم في مباراة بكأس جوان جامبر، وسنتقاسم معهم الأرباح دائما، حسب رئيس نادي شابيكوينسي.